تخيل لو تقدر تتعلم الإنجليزي بطريقة سهلة. أنا جربت طرق كتير بتقول كده، بس اكتشفت إن الكتاب ده فعلا مختلف. الكتاب ده فيه أكتر من 5000 جملة إنجليزية. الجمل دي مش بس مكتوبة بجرامر مظبوط، لا هي كمان منطوقة صح. يعني بدل ما أحاول أركب جمل من الصفر، واللي بالمناسبة الطريقة دي غلط ومش بتنجز خالص، لا الجمل هنا جاهزة وساعدتني أتعلم أسرع وبشكل عملي. الطريقة دي أكدت لي إنها صح لما جيت جربتها ولقيتها سهلة. ولما قرأت كمان الكتيبات دي، لقيت أشهر ناس في العالم بيتكلموا لغات بينصحوا بيها. الكتيبات دي بداخل عقل متعددي اللغات، وازاي تتعلم انجليزي زي ما انت اتعلمت عربي، وازاي تتكلم انجليزي زي الاطفال. اشهر 10 خرافات بتمنعك من اتقان الانجليزي. فوق كده في ماتيريال مع الكتاب فيها فيديوهات ومحادثات واقعيه وفونكس وجرامر. من الحاجات الحلوه كمان ان في كتيب انا كنت محتاجاه جدا عشان انا بنسى اللي ذاكرته، زي كتيب ذاكره ضد النسيان اللي بيشرح فيها طريقه السبيست ريبيتيشن، ودي طريقه عالميه مشهوره. لما جربتها لقيت نفسي مش بنسى اللي ذاكرته، لانها اشتغلت على الذاكره قصيره الاجل وطويله الاجل في نفس الوقت. بس اكتر حاجه بقى عجبتني هي كتيب الخطه بتاعه المذاكره. كل الباقة دي خطة مفصلة وجدول ساعدني أتابع تقدمي يوم بيوم. باقة جميلة جدا هتفرق معاك فعلا من أول يوم. كل اللي عليك إنك تمشي مع الخطة والجدول، وهتلاقي الإنجليزي مش صعب زي ما كنت فاكر. بجد أنا بنصح أي حد عايز يتعلم إنجليزي بالمجموعة دي، صدقيني جربيها والفرق هيبان معاكي من أول أسبوع.